اليوم بجرب وبقيم منتجات كيت كات السرية اللي ما حدا بيعرف، الموجودة فقط في أماكن محددة. هل يا ترى الذي تستطيع أنك تجربه؟ راح أقيمها بكل صراحة من 0 ل 10. شو أطيب نكهة وشو أسوأ نكهة؟ هل تستاهل الاستيراد؟ لا تنسى لايك للفيديو، اشتراك بالقناة إذا كنت جديد. خلنا نروح لأول نكهة معنا. أول نكهة معنا وأكثر نكهة صرتوا تعرفوني إني كثير بحب هاي النكهة، اللي هي نكهة سالت كراميل، يعني كراميل مملح. من أفضل النكهات اللي كانت موجودة في أي شوكولا أو في أي آيس كريم. إذا شفت شيء فيه سالت كراميل يعني كراميل مملح، اخذوا على مسؤوليته، راح يكون شيء جبار. فخلنا نشوف شركة كيت كات صنعت شيء سري، شيء شوكولا جديدة بنكهة، هاي النكهة فأنا كثير متحمس. خلنا نذوق ونقيم. بسم الله. الشكل كالعادة راح يكون من شركة شوكولا كيت كات، معروف أصابع ملزقة في بعض. واو، شوف الشكل انت شلون من جوا. هذا الشكل عليه رسمات بيضة. الصراحة كيت كات عم تبدع صايرة. بسم الله. خلينا نفتح الإصبع. واو الريحة، واو الريحة. الصراحة ريحة هيك لما تفوت على معمل حلويات تشم ريحة الحلو اللذيذ، شغلات حلوة. الصراحة ريحة جبارة، ريحة شوكولا على زبدة على شيء. خلنا نذوق. بسم الله. واو طعمه 10 من 10. أنا قلت لكم من محبين نكهة سالت كراميل. الصراحة كيت كات صنعت شوكولا بنكهة السالت كراميل لذيذة وتستاهل التجربة. تقييم 10 من 10. النكهة الثانية معنا راح تكون نكهة البندق وكريمة الحليب. فخلنا نشوف. أنا متحمس لأنه المنتج الأول كان أسطوري الصراحة. فبسم الله. هون الشكل نفس الشكل الأول، بس هون بدال حاطين لون أسود. يعني كل نوع الرسمة تبعه عم تكون على نفس الطعمة تقريبا. صراحة هون ريحة وفر شوكولا، أكثر وفر رايحة. بسم الله. نكهة البندق وكريمة الحليب. طعمة البندق واضحة الصراحة كثير. البسكوت نفسه من جوا أو الشوكولا نفسها من جوا رايحة على وفر أكثر. صراحة كمان لذيذة. بقيمها 9 من 10. إذا كنت حاب تغير عن الكيت كات الأصلي تاخذ تقييم 9 من 10 نكهة البندق والحليب. النكهة الثالثة معانا لمحبين الشوكولا السوداء أو الشوكولا الدارك. هون راح يكون معنا منتج عبارة عن دبل شوكولا، يعني شوكولا إكسترا. راح تكون أخف طعمة الوفر أكيد، لأنه هون راح تكون الشوكولا غنية أكثر. فخلنا نشوف الطعمة. بسم الله. مثل ما انتم شايفين اللوح كبير جميل لذيذ. المنتج الأخير معانا مكتوب عليه دبل شوكولا، فمفروض يكون فيه شوكولا أكثر أو الطعمة غنية أكثر. بسم الله. طعمها شوي غريبة لكن لذيذة الصراحة. النكهة الأخيرة معانا الصراحة نكهة غنية. طعمة الشوكولا واضحة كثير، مختلف عن كيت كات الأصلي. 3 منتجات طيبات لذيذات. المنتج هذا بياخذ معنا تقييم 9 من 10 الصراحة. 3 منتجات لذيذات، 3 منتجات سريات طيبات، ويستاهل الصراحة التجربة ويستاهل الاستيراد. لكن إذا بدك منتج منهن نهائي ويستاهل التجربة 100% وراح يعجبك المنتج الأول. وصلنا لنهاية الفيديو. شوف الصراحة 3 منتجات لذيذات، 3 منتجات طعمتهم مختلفة ما بيشبهوا شيء، حتى ما بيشبهوا طعمة الكيت كات الأصلية الأوريجينال. مختلفات لذيذات، نعم لذيذات. لكن أنا بالنسبة إلي إذا بدي أرجع أشتري وأرجع أجرب، راح أجرب نكهة السالت كراميل. الصراحة طعمها جميلة، طعمة الزبدة واضحة، طعمة الكراميل المملح واضحة. فبقيمها قلت لكم 10 من 10 بالنسبة إلي. لكن هذا الشيء ما يعني إنه هاي مو طيبة، الدبل شوكولا أو هاي النكهة نكهة البندق. الصراحة جميعها لذيذات مثل ما قلت لك، لكن أنا بفضل سالت كراميل. وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسى لايك واشتراك. انتظر الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم.